السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتكلم معاكم سريعا كده. كان حد سأل وبيقول شجرة الكاري احنا بنستخدم فيها ايه؟ بنستخدم يعني عندنا شجرة كاري زي كده او النيم الحلو. هما بيسموه النيم الحلو لان فيها شكل من شجرة النيم. هل بنستخدم الورق ولا بنستنى الشجرة لما تطلع بذور ونستخدم البذور؟ لا، هو احنا لما بنيجي بنستخدم الورق بتاعها. ممكن نستخدمه فريش وممكن ننشفه. طب لما اجي اخد منها شجره مثلا بالحجم ده وانا مش عايزها تعجز برضو ومش عايز اشيل منها ورق كتير، فببتدي اشيل من تحت علشان الساق تطلع لفوق زي طريقه التربيه لاي شجره تانية. باخد الورق من تحت بالشكل ده، بنزل اخد 4 5 ورقات، ده على حسب الاستخدام. هستخدم ورقه واحده، هستخدم ورقتين، هستخدم 3. وكل ما الشجره تكبر معايا كل ما انا ببتدي اخد من فروعها. يبقى اللي بيستخدم في الكاري الورق. البذور بتاعته ممكن ان احنا نعيد زراعتها تاني لما الشجره بتكبر، او البذور ممكن تدخل في صناعات الادويه والكلام ده. يبقى انا لما بستخدم في الكاري بستخدم منها الورق، ولما باجي اقطف منها بقطف ورق من تحت من الشجره من تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.